لما الصين بقت عضو في منظمة التجارة العالمية سنة 2001، الشركات الصينية عانت كتير جدا بسبب قوة المنافس الأجنبي واتجاه بعض الشركات الصينية لنظام ال OEM أو التصنيع للغير من غير ما براند الشركة المصنعة يكون موجود. ولكن تسانج رومان ال CEO لهاير في الوقت ده كان عارف إن التصنيع للغير ده مكسب قصير الأمد، لأنه مش بيقوي براند الشركة وفي النهاية هيمنع قدرة الشركة إنها توصل لقوة عالمية. عشان كده أصر على خلق علامة تجارية عالمية واتجه للتصدير. ولكن كان في مشكلة، هاير في الوقت ده كانت عبارة عن قطاعات، كل قطاع بيمثل جهاز منزلي زي التلاجات والغسالات وغيره، والقطاعات دي كانت منفصلة عن بعضها وما بيكلموش مع بعض. ولكن تسانج قرر انه يزيل الفواصل ما بين القطاعات ويدمجها مع بعض ويحول المدراء لرواد اعمال. يعني ايه بقى الكلام ده وازاي عمله وازاي نكسر حواجز تبادل المعلومات في شركاتنا ونخلق بيئة عمل تشجع التطور والإبداع؟ ده اللي هنتكلم عنه في حلقة النهاردة. لما الصين بقت عضو في منظمة التجارة العالمية في سنة 2001 كان لازم تخفض الرسوم الجمركية والحواجز التجارية، وده طبعا خلى الشركات الأجنبية للأجهزة المنزلية تدخل السوق بقوة وتنافس المصانع الصينية، مش بس لأنهم الأفضل جودة ولكن كمان قدروا ينافسوا في السعر لانهم بقوا يصنعوا في الصين. فما كان من الشركات الصينيه الا انها تصنع لهم وما يبقاش ليها براند، او انها تتجه خارج الدوله وتصدر للدول الناميه اللي مش بيفرق معاها الجوده قوي ولكن بتدور على السعر الرخيص. ولكن هاير قررت انها تتعامل مع الموقف ده بطريقتين. الطريقه الاولى قررت انها تدافع عن تواجدها في السوق الصيني استنادا على ان هاير شركه صينيه وعندها معرفه اكتر بالسوق الصيني من الشركات الاجنبيه بلس التصدير زي ما قلنا. ولكن في الحالتين عشان هاير تكون اقرب للعميل لازم يكون في سهوله والسيستم لتبادل المعلومات جوه الشركه بحيث انه يوصل من الفرونت لاين للمانجمنت. كمان يكون عندها قدره على الابتكار السريع لان السوق متقلب جدا وبيتغير بسرعه، وهاير عايزه تكون الاول في توقع متطلبات العميل وتوصيل المنتج اللي هو عايزه. ومن هنا تسانج قرر انه يحول هاير من شركة هدفها التصنيع والجودة إلى شركة هدفها خدمة العملاء. دي كانت نقطة محورية جدا في تاريخ الشركة، وهي اللي تسببت في وصول هاير إنها تكون العلامة رقم 1 لصناعة الأجهزة المنزلية لمدة 17 سنة. يعني إيه بقى إن شركة هاير تكون شركة خدمات؟ بمعنى إن هاير هتركز على رحلة المستخدم كاملة من أول ما يدرك إنه محتاج جهاز منزلي لحد البيع وخدمات ما بعد البيع. بس هل معنى كده إن هاير مش هتصنع؟ هاير هتصنع عادي جدا، ولكن الصناعة هنا هي وسيلة وليست غاية. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الشركة مش محتاجة إن هي تصنع منتجات ملهاش لازمة أو تعمل اوفر انجينيرنج للبرودكت او تقدم خدمات معقده صعب على العميل الوصول ليها والتعامل معاها. طيب علشان بقى نقدر نعمل ده فاحنا محتاجين ان احنا ندمج كل هذه القطاعات اللي اتكلمنا عليها في الحلقة التانية، يا ريت تشوفوها لما كنتوش شفتوها، ونبدأ مرحلة جديدة وهي سلاسل السوق. يعني ايه بقى الكلام ده؟ سانج دمج الشركات كلها مع بعض وقسم الشركة إلى 4 أقسام تطوير مرتبطة بتطوير أعمال الشركة لجميع خطوط الإنتاج، وهي المبيعات واللوجستيات والمالية والعلاقات الخارجية، و6 أقسام كمان وظيفية زي ال R&D وال HR وعلاقات العملاء وإدارة التخطيط وإدارة الجودة وإدارة المعدات. كمان أعاد هيكلة المصانع إلى 7 أقسام، كل قسم بينتج منتج معين زي الثلاجات والتكييفات والغسالات وهكذا. كل قسم من دول ليه قوائم مالية P&L فيها المكسب والخسارة، والأقسام دي تقدر تتفاعل مع بعضها وتتعامل مع بعضها. طبعا كل قسم لما يحتاج خدمة من الآخر فهو أصبح عميله، وعشان ياخد الخدمة دي لازم يمضي Service Level Agreement أو اتفاقية بيبقى موضح فيها بالظبط المخرجات المطلوبة، بمعنى مواصفات دقيقة للخدمة والمنتج اللي بيتقدم، كمان الجداول الزمنية للتسليم ومقاييس واضحة لمعايير الجودة. كمان كان في عقوبات، بمعنى لو الشركة فشلت في الوفاء بوعودها زي مثلا تأخير في توظيف الموارد البشرية أو عيب في نموذج أولي من البحث والتطوير، كان القسم بيبقى مجبر يدفع غرامة، والغرامة دي بتضاف كخسارة في الPNL بتاعته. كده مفيش حد بيشتغل لوحده، كل قسم بيخدم قسم آخر في سلسلة بتوصل لحد العميل، وهي دي بالظبط سلاسل السوق، وهي عبارة عن سيميوليشن للعرض والطلب والديناميكيات أو سرعة السوق
السوق. طبعا النظام ده غريب شوية، وعلشان نفهم فوائد النظام ده خلينا ناخد سيناريو. هنتخيل ان احنا لسه على نظام القطاعات اللي اتكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت. في مدير اسمه وانج هو ماسك قسم التلاجات، فوانج بيقرر يصنع كام تلاجة. فريق المبيعات بيعمل ريبورت ليه هو، فلو كان عنده تلاجات كتير مش بتتباع كان يقدر يأمر السيلز ان هم يخبوها في المخازن او يغصبوا الموزعين ان هم ياخدوها، بس علشان ارقامه يطلع شكلها حلو. كمان هو برضو بيدير المهندسين اللي في الR&D، فلو عايز يعمل موتور رخيص عشان يوفر فلوس كان ممكن يأمرهم بسهولة ويحققوا ده. وكمان قسم الفاينانس كان بيريبورت لي، كان يقدر يظبط الارقام قبل ما يبعتها فوق لتسانج. فاصبح وانج عنده سيطرة مطلقة ويقدر يخبي غلطات. طيب بالنظام بقى الجديد اللي هو نظام سلاسل السوق، السيطرة دي اتكسر لان المبيعات كلها بقت قسم واحد بيخدم على المجموعة. فاصبح رئيس قسم التلاجات ما يقدرش يأمر البياع ان هو يبيع له تلاجات، ولكن بيطلب من فريق المبيعات ان هم يشتروا منه، فهو يصنع وهم يشتروا بعد كده يبيعوا. فلو صنع 10,000 تلاجة بايظة مش هيعرف يخبيهم لان قسم المبيعات مش هيشتريهم منه، لان لو قسم المبيعات كان اشتراهم فهو مش هيعرف يبيعهم للعملاء، ولو معرفش يبيع للعملاء مش هيحقق ربح ليه، فبالتالي قسم المبيعات كده بيخسر وهكذا. طيب ليه بقى تسانج الCEO قرر ان هو يطبق النظام دوت؟ لسببين. اولا في النظام القديم كان الموظفين بيطبقوا كلام مديرينهم وما عندهمش اهتمام قوي بالمنتج النهائي، لان المدير بالنسبه لهم هو الثواب والعقاب. رقم 2 هو وضع الجميع في اتصال مباشر مع السوق، بحيث ان الموظفين يفهموا السوق بيمشي ازاي فيقدموا خدمات فعلا السوق محتاجها، وما يضيعوش في وقتهم في حاجات مش مهمة، وما يعملوش فيتشرز ملهاش لازمة، ويكون عندهم سرعة وابتكار. ليه بقى؟ لان الموظف لما بيكون بعيد عن السوق، زي مثلا في النظام الوظيفي اللي اتكلمنا عنه في الحلقة الاولى، الHR والفاينانس دول مش بيتعاملوا مع سوق، فبالتالي هم مش فاهمين سرعته. كمان بيخلي الموظف منعزل عن الصدمات اللي بتمر بيها الشركة، فبيحس بالأمان الشديد، وبالتالي ما بيحتاجش يبقى عنده سرعة. وبيكون عندهم بيروقراطية وأحيانا عدم رضا عن شغلهم، لأن هم ممكن مش فاهمين شغلهم ازاي مرتبط بالمنتج النهائي، وبيطبقوا أوامر مديرينهم زي ما قلنا، ومش بيعملوا الحاجة المطلوبة بالشكل الصح اللي المفروض تتقدم بيه. طيب ايه بقى المشاكل التانية اللي النظام ده بيحلها؟ مشكلة اكتناز الميزانية. يعني ايه الكلام ده؟ اللي منكم بيتعامل مع شركات كبيرة عارف ان كل إدارة بيكون ليها ميزانية، لو الميزانية دي ما اتصرفتش بالكامل السنة الجاية هيتشال منها رقم. فعشان المديرين يحموا ميزانياتهم احيانا بيصرفوا الفائض على حاجات ملهاش لازمة، وطبعا ده بيسبب عدم كفاءة مالية. طيب نظام تسانج ده بقى حل المشكلة دي ازاي؟ ان الميزانية ما بقتش منحة ولكنها بقت ايراد. يعني ايه؟ يعني انا الشركه مش هتديني فلوس، انا كقسم باخد فلوس مقابل الخدمات اللي بقدمها، ده الريفينيو. الربح في النهايه اللي بيطلع لي بيبقى الريفينيو ناقص مصاريفي، والمصاريف دي جزء منها هو الخدمات اللي انا بطلبها من اقسام اخرى، فبالتالي القسم مش هيدفع على خدمه ملهاش لازمه. فدلوقتي اصبح الفلوس متوظفه في المكان اللي فعلا بيحقق اعلى قيمه بشكل اوتوماتيك. طيب من الفوائد برضو هو تقليل تكاليف المعاملات، بمعنى ان نظام العقود بيلزم الموظفين ان هم يكون عندهم سرعة وان هم يحققوا جودة عالية، ولا اللي هيتخصم منهم. فبالتالي ده بيقلل عدد الاجتماعات الطويلة اللي احيانا التيمز بتعملها في المشاريع، الكواليتي اشورنس وهكذا. كمان بيحل مشكلة الجمود المؤسسي اللي هو اسمه كوداك افكت. لو تفتكروا شركة كوداك ما طورتش من نفسها ودخلت سوق الديجيتال، فبالتالي وقعت. وده بيحصل لما الموظفين يكونوا معزولين ومحميين من السوق، فبيتخيلوا ان الوضع الحالي دائم لانهم مش حاسين بالصدمات اللي بتضرب في الشركة. فلما السوق بيتغير، وليكن مثلا في حالة كوداك الاقسام اللي بتقدم افلام التحميض هتحارب باستماتة عشان تقنع الشركة اننا ما نتغيرش. ده ليه؟ عشان يحافظوا على وظائفهم وميزانياتهم الحالية. فهم بيشوفوا ان الترند ده تهديد لنفوذهم الداخلي مش فرصة للنمو. ولكن في نظام سلاسل السوق قسم المبيعات مش هيشتري منتج العملاء مش عايزينه، لان هو اللي هيخسر. فبالتالي المصنع لازم يتطور ويقدم اللي العملاء عايزينه.
طيب كمان نظام الماتريكس دوت مفيد جدا، وعن تجربة شخصية انه بيدي افق عالي للموظفين، بمعنى ان الموظف مش مطالب بس ان هو يعمل وظيفته الحالية، لا ده بيدخل مشاريع مع اقسام كتير، وده بيوسع مداركهم جدا وبيخليهم فاهمين البيزنس ماشي ازاي، والموظف بيبقى عنده امباثي للاقسام التانية. يعني انا مثلا خدت روتيشن او اشتغلت في مشروع مع حد من الماركتينج، فمن كتر الاحتكاك اصبح عندي فهم بمتطلبات ومخاوف الموظف اللي بيشتغل في الماركتينج، فبالتالي انا هقدم له خدمة مناسبة ليه ما تتعبوش، وده بيخلق سي اي اوز في سن صغير. فالماتريكس هي ميدان تدريب عبقري لفهم البيزنس من اوله لاخره، وبيطلع قادة عندهم القدرة على التأثير والإبداع والتعامل مع أشخاص من وظائف مختلفة. طيب في نظام الماتريكس بقى بتكون الإدارة العليا دورها بس إن هي ترسم قوانين السوق وتتأكد إن هي بتتنفذ بصرامة، ولكنها لا تتدخل في المعاملات دي. بمعنى أصح إن المديرين اللي فوق بيخلوا ديناميكية السوق هي اللي بتحكم الشغل يمشي إزاي. المشروع اللي ليه حاجة هيقوم، واللي ملوش حاجة هينتهي لوحده. إمتى بقى بنروح لنظام الماتريكس؟ بنروح له لما تكون المهام مرتبطة ببعضها والبيئة المحيطة بالشركة بتتغير بشكل جديد، فاحنا محتاجين نواكب بسرعة، فلازم نكون أجايل. طبعا نظام الماتريكس ليه عيوب، ولكن هنتكلم عنه الحلقة الجاية عشان الحلقة دي ما تطولش، واشوفكم على خير ان شاء الله.